عسلامة عسلامة ومرحبا بكم في حلقة خاصة ومميزة من برنامجكم The Magic Circle Musing Podcast. واليوم باش نحكيو على شخصية فريدة ومحبوبة من فرقة BTS جونغ هو سوك، المعروف أكثر باسم جاي هو، وباش نغطيو تفاصيل حياته، قدراته، شخصيته وتأثيره العميق على الجماهير، باش نقضيو سويعة ولا اللي هي معبية بالإلهام والطاقة والإيجابية. هيا خلينا نبداو. وعلى خاطر ما نحبش نعيط له جاي هو برشا، باش نقولوا له جونغ هو سوك باسمه الحقاني. هو تولد في 18 فيفري 1994 في غوانغجو، كوريا الجنوبية، وعنده أخته الكبيرة اللي كيما قال شوغا يذكر بالخير، اللي هي عبارة على جاي هو بشعر. وديما على وسائل التواصل الاجتماعي كنا نجمو نشوفوا اللي هي كانت ديما مصدر دعم وتشجيع ليه. ملي صغير هو سوك كان مولع بالرقص، وهذا حاجة نجمو نشوفوها حتى هو كبير، وكان عضو في فريق رقص في المدرسة الابتدائية متاعو. يقول القائل: تي علاش انا نحكي على جاي هوب اول واحد، وش بني بديت بيه؟ تي على خاطر انتوما كان ما تعرفونيش ما تعرفوش اللي جاي هوب البايس متاعي، وبشوية حيلة باش يقعد ديما هو الوحيد اللي أنا نبدأ به كل شيء، أي سيري نبداها في تيك توك، في اليوتيوب ولا الانستغرام. هوسوك يقرر في مواصلة الحلم متاعه في الرقص من خلال الانضمام إلى أكاديمية نيورونز أو نورون. honestly ما فهمتش كيش ننطقوا الاسم. وقتها تحصل على برشا جوائز في مسابقات الرقص، وهذا اللي زاد من عزيمته لمواصلة مسيرته في المجال هذايا. في 2010 يقرر يخطو الخطوة الكبيرة اللي خليته قدامنا اليوم، وينضم لشركة بيج هيت انترتينمنت كمتدرب. كانت فترة التدريب في بيج هيت انترتينمنت مليانة بالتحديات والصعوبات، والشيء هذا نعرفوه الناس الكل. رغم كل شيء تمكن جاي هوب من تجاوزها بفضل الشغف متاعه وعزيمته، وبفضل جانكوك زادا ما ننساوهاش الحكاية هذيك. حسيلو في 2013 الناس الكل تعرف اللي ظهر أول مرة كعضو في فرقة BTS، وتم تعيينه كراقص رئيسي. ومن هنا تبدأ المسيرة الحافلة بالنجاحات. كي نحبوا نحكيو على الرقص متاعو، جاي هوب هو عمود الرقص في BTS. قدراته متفردة ويتميز بالمرونة والدقة والإبداع. هو يحب يمزج بين أساليب مختلفة ويبدع في تصميم الرقصات اللي تخلي الجمهور مشدود ليه. تعليمه وتدريبه في الرقص من أيام الأكاديمية ساهم في تكوين أسلوبه الفريد هذايا. وحسب مقابلة مع مجلة بيلبورد قال هوسوك إنه يخصص ساعات طويلة يوميا للتدريب على الرقص وتحسين المهارات متاعه. تو نجيو للراب. بالرغم من إنه دخل الفرقة كراقص، تعلم جاي هوب الراب من باقي الأعضاء، خصوصا من RM نامجون وشوغا من يونغي. تدريجيا يولي عنده أسلوبه الخاص في الراب، أسلوب سلس ومتناسق. تعلم الراب في حد ذاته كان تحدي كبير ليه، لكن بفضل التزامه وتدريبه المستمر قدر أنه يثبت جدارته كرابر موهوب في الفرقة هذه. لكن مش في الراب كهو، نحكيو زيد على الغناء. جونغ هو سوك عنده صوت قوي برشا ومعبر، واستعملوا في برشا أغاني متاع BTS. طورت قدراته الصوتية بشكل كبير على مر السنوات، ويظهر ذلك بوضوح في أدائه الأغاني كيما أوترو إيجو وماما. محليها كل غنية ما نجمش نمل منها. خلينا نرجع شوية لنقطة أسلوبه الخاص. جونغ هو سوك عنده أسلوب خاص برشا في الموسيقى متاعه وفي الدانس زاده. هو يحب يمزج بين الإيقاعات الحماسية والألحان اللي تجيب البهجة، وهذا يظهر في أعماله الفردية وحتى المشتركة. قدراته المتنوعة ساهمت في تعزيز مكانة BTS كفرقة عالمية، وهذه حاجة ما تخفيش علينا، لأنه كل عضو في BTS ساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في النجاح هذايا. خليونا زيدا نركزوا شوية على نمط الموسيقى، على خاطر جونغ هو سوك يتميز بنمط موسيقى متنوع ومليء بالطاقة والحيوية. الموسيقى اللي قدم فيها تتراوح بين البوب، هيب هوب، EDM، وكلها تتسم بالإيقاعات الحماسية والألحان المبهجة. وفيما يلي نشوفوا بعض الخصائص المميزة للنمط الموسيقي متاعو. كي نحكيو على الهيب هوب، يستلهم برشا من موسيقى الهيب هوب سواء في الراب أو في الإيقاعات المستخدمة. وذي نحكيو على الهيب هوب من أمريكا وكل neighborhoods هذوكم. موسيقى تتضمن تدفقات راب سلسة ومتقنة، مع كلمات غالبا ما تكون ملهمة وتحمل رسائل إيجابية، سواء في الهابينس وإلا وقت اللي يحب يخرج الطاقة متاعه ورسالته، اللي هو ماهوش بقى هابينس كهو، لكن حتى وقت اللي يقرر أنه يطلع شخصيته ويطلع نواحي أخرى ما همش فريمون يعطيو في positive energy، لكن هما يوريوك في واقع tout simplement
واقع ومنحى آخر الحياة اللي يشوف فيها هو. اي سورتو نشوفوا هذا الكل بآخر عمل خرجه اللي هو جاك ان ذا بوكس. يستعمل زادة عناصر البوب في الأغاني متاعو باش يجعلها أكثر جاذبية وسهولة للاستماع. الأغاني كما داي دريم وإيربلين تظهر في قدرته على دمج الإيقاعات، إيقاع البوب مع أسلوبه الخاص. ال EDM أو الإلكترونيك دانس ميوزك يعتمد زاد عليها في بعض الأغاني متاعو اللي تضيف بعد جديد للموسيقى متاعو، وهذا النمط يظهر بوضوح في أغنية هوب وورلد اللي تمزج بين الإيقاعات الإلكترونية والصوتيات الحيوية. ونجيو تو للرقص. هو راقص بارع ويتميز بالنمط متاعو اللي هو رقص متنوع ومعبر. نمط الرقص هذايا يجمع بين تقنيات متعددة مما يجعله بالحق فريدا ومميزا في الأداء متاعو. نجيو نحكيو أكثر على الدانس، نشوفوا البريك دانس اللي هو أصلا جاي هوب كان يعرف البدايات متاعو كبريك دانسر قبل ما يكون مع بي تي اس. والنمط هذايا يظهر في برشا لايف performances والميوزك فيديوز اللي يعملهم. نحكيو تو على popping and locking. جاي هوب يستخدم برشا تقنيات من البوبينج واللوكينج باش يخلق حركات رقص متقنة ومعبرة، والتقنيات هذية تتطلب دقة وتوقيت مثاليين برشا، وهما اللي يميزوا جاي هوب كراقص. على خاطر الحق ما يظهرش اللي هو صعيب عليه الشيء هذايا. تو نجيو للرقص المعاصر شوية، رغم اللي نعرفوا اللي جيمين هو المختص في الحكاية هذيا، لكن في بعض الأحيان نلقاو جاي هوب زادة يجمع بين العناصر هذيا مما يضيف لمسة فنية للأداء متاعو، واللمسة هذيا تظهر في أداء الأغاني كما إيجو. نجيو تو للهيب هوب اللي هو جزء كبير من الهوية متاعو كراقص، وكيما نشوفوا يستخدم في حركات قوية وسريعة جدا تتناسب مع إيقاعات الهيب هوب الحيوية. تو نجيو لأحسن حاجة واللي هي الشخصية متاعو وقدراته القيادية. نجمو نشوفوا في الكوريوغرافي وقت اللي يبداو يحضروا في الدانسز متاعهم حاجة واضحة على جاي هوب. الأعضاء ديما يحكيوا كيفاش جاي هوب حريص على الدقة والكمال في الرقصات. هو معروف بأنه perfectionist وما يحبش يشوف الأخطاء في العروض. قال مين يونغي مرة في مقابلة مع مجلة رولينج ستون اللي تو نتفكرها اللي جاي هوب يعدي ساعات الطويلة في مراجعة التدريبات والتأكد من أنه كل شيء مثالي. ما نجموش زيادة ما نحكيوش على حكاية الشخص الإيجابي اللي هي حاجة تعرف بها جاي هوب من أول ما ظهر في الاندستري هذية. عنده طاقة إيجابية وسعادة محلاها، وهذا يخلي الأعضاء والجماهير يشعروا بالراحة هذيك، وحتى في أصعب اللحظات تلقاه يضحك وينشر في الفرح متاعه. هو معروف بروحه البرحة والحب للحياة، وهالشي يخلي كل اللي بحذاه يحسوا بالسعادة والأمل. وميم طون نلقاه فيه صفات القائد، وبالرغم من أنه ماهوش القائد الرسمي للفرقة عنده قدرات قيادية واضحة، يعرف كيفاش يشجع الأعضاء كيفاش يحفزهم باش يقدموا أفضل ما عندهم. جاي هوب عنده تأثير كبير على الأعضاء ويعرف كيفاش يوجههم ويعاونهم في تجاوز التحديات. وتأثير هذايا ماهوش على الأعضاء كهو، حتى علينا احنا الجماهير نحسوا بك الإيجابية هذيك، نحسوا بالإيجابية اللي تعطيهالنا والأمل والطاقة. الناس اللي تعيش لحظات صعيبة تلقى فيه الراحة والبهجة. وحسب استطلاع رأي عملته مجلة تايم في 2020 قال العديد من المعجبين إنهم يستلهموا الأمل والطاقة من جاي هوب. نحكيه عليه هو كواحد من أعضاء الأكثر حيوية، وهذا ينعكس بوضوح على نوعية الجماهير اللي تتعلق به. الناس اللي يعتبروه عادة هو العضو المفضل لهم في بي تي اس يتميزوا بعدة خصائص تتناسب مع شخصيته وتوجهاته هو. التفاؤل والإيجابية، جماهير جاي هوب غالبا ما يكونوا أشخاص يتمتعوا بالتفاؤل والإيجابية، هما يشوفوا في جاي هوب مصدر إلهام للطاقة والسعادة، والناس هذوما يحبوا يتمسكوا بالجوانب الإيجابية في الحياة حتى في الأوقات الصعبة، ويستمدوا القوة من التفاؤل متاعه. الناس اللي يحبوا جاي هوب زادة يكونوا عادة مولعين بالرقص والموسيقى نوعا ما. هو معروف بقدراته الرقصية الفائقة وحبه للموسيقى المتنوعة، وجماهيره هكيكا زادة يلزمهم يكونوا من الناس اللي يستمتعوا بمشاهدة الرقصات المتقنة والموسيقى الحيوية اللي قدمها. العمل الجاد والمتفاني حاجة معروف بها هو، والناس اللي يحبوه نحسهم يكونوا الناس يحبوا يجتهدوا ويحبوا يعملوا بجد
لتحقيق أهدافهم. هما يستلهموا من تفانيه وإصراره على النجاح. جماهير جاي هوب زيدا يكونوا من الناس اللي يحبوا ينشروا السعادة والطاقة الإيجابية للعباد اللي بحذاهم. هما يتأثروا بشخصيته المرحة وحبه للحياة اللي يعكسها في كل تصرفاته وأعماله. الناس اللي يحبوه زيدا غالبا ما يكونوا يسعوا دائما للتطور الشخصي والتأقلم مع التغييرات. هما يستلهموا منه كيفاش ديما يجرب حاجات جديدة ويطور في المجال متاعه. هما زادا يشعروا بأنهم مدعومين ومساندين من خلال كلماته وأفعاله. هما يشوفوا فيه شخص يعطيهم الأمل والثقة بالنفس. بصفة عامة كي باش نحكيو على جماهير جاي هوب يعكسوا الكثير من الصفات متاعه. هما ناس متفائلة حيوية تجتهد باش تحقق الأهداف متاعها وتحب تنشر الإيجابية والسعادة. والناس هذية تلقى في جاي هوب مصدر الإلهام والدعم في حياتهم اليومية، على خاطر من خلال الحاجات اللي نلاحظوهم فيه كيفاش يخدم باجتهاد. الجماهير تتعلم قيمة التفاني والعمل الجاد لتحقيق الأهداف. نجاحه هو ما جاش من فراغ، بل من العمل متاعه الجاد والتفاني متاعه. والشي هذايا يعلمنا انه ما فماش نجاح من غير تعب وجهد. معناتها هو ديما يطور من روحه ويجرب في حاجة جديدة في الرقص والموسيقى. والشي هذايا يوري قيمة التأقلم والتطور الشخصي. في مقابلة مع مجلة فوربيس في 2019 قال جاي هوب أنه يؤمن بأنه الإنسان يجب أن يكون دائما في حالة تطور وتجديد. خلينا تو نحكيه شوية عن الأعمال الفردية. هوب وورلد اللي هو أول ميكستيب فردي لجاي هوب اللي خرج في 2018، وهذا أول حاجة أنا ريتها وقت اللي حليت اليوتيوب متاع BTS أول ما بديت نكتشف فيهم. بين لنا فيه رؤيته للحياة من خلال الأغاني المليانة بالطاقة والفرح. وكيما شفتوا الأغاني في الميكستيب تعكس شخصيته المتفائلة والإيجابية، وكانت مصدر إلهام للعديد من المعجبين. The famous chicken noodle soup. عمل جاي هوب هذايا كان تعاون مع بيكي تشي في 2019. غنية chicken noodle soup اللي كانت نجاح كبير وحصلت على إعجاب الجماهير من مختلف أنحاء العالم. الأغنية تعكس في حبه للتنوع والإبداع في الموسيقى. نحكيه زاد على غنياته أرسن مور اللي الكلهم كانوا من أحلى الغنيات اللي شفتهم. وكان الجانب هذاك منه محلاه إنك تشوفه ما غير ما تشوفك الألوان اللي هو تربط بهم. والسعادة كانت حاجة مختلفة وخلتنا نغزر الجاي هوب بطريقة أخرى، ناحية أخرى. وراتنا جانب ينجم يكون زادة خير من اللي كنا نشوفوه في السنوات اللي قبل 2018. وتتفكروا في رمضان كي عملت لكم الرياكشن فيديوز على الالبوم اللي هبط متاع جاي هوب؟ حسيلو مانيش باش نحكي عليه هنا على خاطر ستوريات موجودين في الانستغرام، وكان ما تفرجتوش فيهم ما عليكم كان تعملوا لي فولو وتتبعوني. لحظات هذوما ما يتعاودوش ومهمين واكسكلوزيف للعباد اللي تبع فيا. في الحاصل احنا شنو يزلنا نتعلموا من خلال متابعتنا لجاي هوب؟ نتعلموا كيفاش نكونوا متفائلين وإيجابيين في حياتنا اليومية وحتى في الأوقات الصعيبة. شخصيته هذيك تعلمنا أن نلوجوا ديما عن الجانب الإيجابي في الحياة. حاجة أخرى كما قلنا قبيلي، نجاح جونغ هو سوك ما جاش من الفراغ بل من العمل متاعه الكادح والتفاني متاعه. وهالشي يعلمنا إنه ما فماش نجاح من غير تعب وجهد. ونجموا نتعلموا من جاي هوب قيمة العمل الجاد والتفاني في تحقيق أهدافنا. التأقلم والتطور زاد حاجة يلزمنا نتعلموها منه. ديما نحاولوا نتعلموا حاجات جديدة ونطوروا من رواحنا كيف هو باش نحققوا أحلامنا. هو يعلمنا أنه النجاح يأتي من خلال التأقلم المستمر والتطور الشخصي، وميسالش كي نحيو هاك الصورة النمطية اللي خذتها العباد علينا. كيما الصورة النمطية اللي تحطت لجاي هوب إنه فيروس السعادة، لكن نقدر إنه يوريكم إنه جاك كان get out of the box. خليلي نختملكم الحلقة بكوت قالهم جاي هوب، لكن نفضل إني نقرأه لكم بالانجلي على خاطر نحس لي أنا باش نعديلكم الفيل خير. يقول جاي هوب: We set out with nothing but music as our dream, but we didn't know where we were going. Whether we were going uphill or downhill, or as we took a break after becoming tired, whether around the corner there was a paradise or a pitfall. That's how we started.
مقولة أخرى تثبت اللي كنا نحكيو فيه. We've matured musically, as well as in the way we think. We've also developed a higher sense of responsibility. This has refined us, and these developments are really being reflected in our music, in our dance. وفي حبه للتغيير وإنه يجرب برشا حاجات جدد يقول I actually don't preoccupy myself with I'm going to do this kind of rap in this kind of genre, kind of thinking when I work. I don't think you should feel too pressured about a mixtape. Just do what you want to do and show the music you want to show. You're not trying to win something big with it. وأحسن مقولة قالت في مواجهة أغلاطك If we think something is not good, we will openly say it. If there is choreography, for example, and it feels like it's going to be too taxing on our physical resources, as I said, we're not getting any younger. We'll say so, and then we'll make those changes. كانت هذه بعض المقولات من الحكيم جونغ سوك known as J-Hope from BTS. حسيلو BTS J-Hope هو أكثر من مجرد عضو في مثال للتفاؤل والعمل الجاد والتطور الشخصي. حسيلو نتمنى تكونوا بالحق استفدتوا من الحلقة هذه وتذكروا ديما اللي قالوا J-Hope اخلقوا الأمل في حياتكم. يلا نشوفكم في حلقة أخرى من The Magic Circle Musing Podcast وأبارامون باش تراسينا نكملوا 6 other members على خاطر شعارنا في الحياة كأرمي OT7 forever. No place for solos, please.